قدام. بنعمل دلتا جديدة جاية من الجنوب لغاية الشمال اللي قال عليها الدكتور فاروق الباز، بتتنفذ دلوقتي بسم الله ما شاء الله. ربطنا سينا بمصر بالأنفاق، ما بقاش فيه زي الأول. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. من الناحية العسكرية بقت قواتنا في سينا يعني لا، انهارت. هم مش عارفين، هم مش عارفين اي حد بيتكلم وضد بلده. هو ده. انا بالنسبه لي خروف. انت طبعا. المعارضه مسموحه في كل الاوقات الا اوقات الحروب. اوقات الحروب دوت لو انت بتحب بلد ما تتكلمش. ولو انت حتى عايز تعارض، اكبر معارضين ومعروفين على مستوى الدوله اللي هم معارضين الدوله قافلين بقهم عشان عارفين اللي بلدنا في خطر. بس مطلعين الصوابع الخفيه. ما الصوابع الخفيه دي عبيطه. الصوابع الخفيه أيوة. دي مش دارسه. الصوابع الخفيه ديت فرحانه ب 50 60 واحد طالع يسقف لهم. بغبغانات 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 بس هي دي الصوابع الخفيه. اه الصوابع الخفيه بتستغل ظروف البلد. هو انهي بلد ما فيهاش ظروف؟ انهي بلد في العالم ما فيهاش اقتصاد واقع؟ النهارده امريكا خسرت مش عارفه كام تريليون. اليابان يا بابا، واليابان كل الدول. انا معايا الجدول كل الدول. اليابان اللي هي تعتبر يعني اقدم ناس في العالم وكده، يروحوا يتفرجوا ايه اللي بيحصل في اليابان. النهارده يا استاذ محمد البورصه المصريه كسبت 100 مليون دولار الحمد لله في نهايه تعاملاتها. يعني انت عندك العالم كله بيخسر وانت بلدك العالم كله بيستثمر فيها، بيشتري اسهم في البورصه عندك في بلدك. ايوه هتستفاد ايه ما توقع بلدك؟ لا، هو مش بلدنا مش هتقع ابدا، خلاص الموضوع ده خلص. ده بس هو احنا لازم نوعي الناس. اللي دولت يا جماعه. هقول لحضرتك حاجه. انت لو جبتي خروف عندك في البيت وقعد طول النهار يضرب بقرونه كده في الحيطه هتقع؟ لا، الحيطه مش هتقع. بس بقى بنشوف ايه؟ بنشوف مثلا استاذ حسن معانا يقفل معانا يروح بس تاني قاعد مع شويه خرفان مثلا. هو يا عيني مش فاهم هو بيتكلموا في ايه. يجي مثلا يضحكوا على الناس لمين بعضهم. انت قصدك على الشحاتين دول، شحاتين الجست. هم بيقعد يتكلم مع حضرتك شويه على نفس المنوال بتاعك، وبعدين يروح في حته تانية يتكلم مع واحد تاني على منوال مختلف علشان خاطر يشحت منه جست او حاجه او كده. ما يأثرش عليكي ابدا ولا خليكي تزعلي. والله انا ولا في دماغي. انا اللي دماغي بلدي. انا يا استاذ محمد انا بلدي ووطني. اللي احنا بنشوفه. انت غيرانه ان في بعض الطفيليات دي موجوده في مصر. اللي احنا بنشوفه والبلاوي اللي احنا بنشوفها لازم نطلع نوعي فيها الناس. يا جماعه دولت شويه خرفان متحولين، خرفان حالقين دقونهم، لابسين بدلهم، طالعين بيكلموا بوجوه جديده. ايوه خلينا ما ننسقش الكلام، بل بالعكس ننسق للمؤسسات وننسق لحكوماتنا، لان حكوماتنا عمرها ما هتضرنا. طبعا. هو في رئيس بيخيب شعبه؟ يعني انت ماسك دماغ الناس وودان الناس بقالك شهور وطالع تقول انا بحب البلد. لا، انت ما بتحبش البلد. طالع ماسكه ودان الناس بقالك شهور وطالعه تقول انا بحب البلد. لا، انت ما بتحبيش البلد. طالعه تعملي جست وعماله تشتمي ده وتشتمي ده. فين وطنيتك؟ هي دي الوطنيه؟ هو الموضوع اتقلب لقهوه بلدي زي ما الاستاذ قال امبارح. هو احنا ليه ما بنشوفش الناس ديت مثلا في السعوديه، ولا بنشوف في الامارات، ولا بنشوف الناس دي؟ يعني هل شعب السعوديه بيحب السعوديه اكتر من مصر ما بيحب؟ هل شعب الامارات بيحب بلده اكتر ما مصر ما بيحب بلده؟ هل شعب الكويتي برغم ان الكويت فيها اخوان كتير بس مش عايزين يوقعوا بلدهم